احنا سعداء معاكم النهارده في موقع بصوا طب وحلقه جديده من قمر 14. معانا النهارده نهى، هنشوف الميك اب بتاعها، هنشوف الالوان المتناسبه معاها، هنتكلم عن الالوان الموضه والفاشن. انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، وهنشوف طبعا زي ما احنا شايفين بشره نهى لونها شويه، تعالوا مع بعض نشوف بشره نهى شويه لونها خمري، مش اللون الابيض ولا اللون الفاتح. احنا تقريبا 3/4 البشره المصريه بتكون هي اللون الخمري الجميل. شايفين في حاجات كتيره النهارده، الى جانب ان احنا هنعمل رسمه عين. احنا النهارده هنعمل رسمه عين ايه؟ سموكي ايز. هتعمليها بسيطه ولا بسيطه ناعمه؟ لا مش هنعمل سوري قوي، هنعملها بسيطه قوي. انا شايفه طبعا ان بشره نهى، يا ريت الكاميرا تكون معانا. احنا شايفين ان في سيمتريه تشريح للبشره، ممكن الكاميرا تيجي معانا على وش نهى. طبعا اهم حاجه احنا بنراعي ان في حرف التي، وعندنا كمان ممكن يبقى في بعض حاجات عايزين نخفيها او بعض العيوب، زي مثلا احنا بنلعب على نظريه الظل والنور. الغامق علشان نخبي ونصغر، والفاتح عشان نظهر الحاجات الحلوه في البشره. انا شايفه ان هو ممكن يكون هنا عندها نقدر نغمق الحتتين دول، الى جانب ممكن نغمق الحته دي بالطرف هنا. وانا شايفه ان الشفه اللي فوق اكبر من الشفه اللي تحت حاجه بسيطه، فممكن ان احنا نعمل فوليوم شويه من هنا بالقلم، ونقدر نعمل امتلاء للشفايف اللي فوق، ونصغر من خلال القلم الداخلي ان احنا نصغر حجم الشفايف. طبعا هي وشها زي القمر ووشها جميل جدا، الى جانب ان عينيها فيها لون ممكن تساعد الماكير انه يلعب بدرجات لون عينيها. طبعا احنا هنقسم البشره. في حاجه كمان هنعتمد عليها، انا شايفه انها لابسه البيربل، ممكن برضو في درجات اللي هتعتمدي عليها يا سحر ان هي البيربل، ممكن مع الروج، ممكن مع الشادو، ممكن مع تدريجه الكالرينج. وهنعمل مزج طبعا لكل الالوان ما بين الغامق والفاتح، علشان الحتتين دول برضو محتاجين ان احنا نخليهم شويه حادين. وكمان هنا نقدر برضو نصغر منطقه الفكين. الى جانب انا شايفه ان قوره اسمها القوره طبعا ايوه نوع صغنطوطه محتاجين نفتحها، مش هتحتاج بعض الغامق، لان ABC يا جماعه مكياج ان احنا لازم طبعا زي ما هي سحر عامله ان احنا لمينا الشعر خالص، بعدناه تماما عن الفاونديشن، ونبتدي نحضر ادواتنا الكونسيلر والفاونديشن والبلاشر بتاعنا والفرش والادوات والروج والحاجات اللي هنستخدمها، الى جانب طبعا فرشه الحواجب، الى جانب فرش تمشيط الرموش، ونبتدي نشرح البشره. محدش يفرح يا جماعه باللون الفاتح، ومحدش يقول عايزه ابقى ابيض، بالعكس انتوا بتشوفوا نجمات السينما والكفرز كلها بتكون فاتحه، لان احنا عندنا اضاءه يا جماعه. الاضاءه هي بتفتح البشره طبيعي. اللي بيحط على بشرته لون افتح بكتير من درجه بشرته ده بيخليه باهت او كالح. هنشوف مع بعض دلوقتي البشره وتقسيمها ما بين الغامق والفاتح، ومعالجه سيمتريه حرف التي زي ما قلنا. الى جانب هنا بيبقى فيه تشريح للبشره للوش، هنا كمان انا شايفه انها ممكن يكون عندها هنا يبقى فيه طابع حسن خفيف مش باين، ممكن احنا نظهره اكتر. نبتدي نظهر مميزات وعيوب البشره. نبتدي طبعا تحت العين لازم يكون فاتح، بس مش بالدرجه الفاتح ان هو يكون فاتح قوي. احنا دايما نستخدم الالوان اللي مايله شويه للون الاورنجات، او اللي هي المقفوله شويه، او درجات البيج. كل المصريين تقريبا بيناسب درجات بشرتهم الدرجه البيجات. بلاش، خلينا نبعد عن اللون الوردي الفاتح، نبعد عن الالوان اللي هي نقدر نقول ان هي للبشره الفاتحه او البشره الاوروبيه. كل ما بعدنا عن الفاتح كل ما البشره بقت ناجحه، لان احنا لو جينا حطينا هنا فاتح قوي وكل البشره وحطينا هنا فاتح قوي زي ما انا شفتك الصبح كنت عامله فاتح هنا وهنا، ده خلاكي كانك عيانه. من اول خطا الناس تعرف ان بشرتك ان انت اخطاتي في الميك اب، انك انت تعبانه، وشك تعبان، بيل، عينيكي تعبانه، دي اول خطوه تعرفي انك اخطاتي في الميك اب. هنشوف بقى، هنتكلم على العين والرموش وقلم الكحل والفرش والحاجات دي كلها، ويلا بينا نعمل ستايل.